السيد علي السيستاني إلى أهل مدينة خرمشهر. تم افتتاحها اليوم رسميا في هذه المدينة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسس بعناية المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مركز خير وإشعاع وبركة لأهالي هذه المدينة. أنا ما أعرف يعني يا علي السيستاني الذي أتت بك وبأسلافك الحكومة البريطانية وبالذات جون لومير، مو كان من الأولى هاي الأموال اللي قاعد تأخذها من الخمس سوي بها مستشفى للعراقيين؟ يعني الحكومة تسرق الدولارات من عندنا ومن البنك المركزي العراقي الحكومة الإيرانية، وأنت تسرق أموال الخمس وتوديوها لإيران. يعني ما طلعت برا البيت مالتك وشفت الفقراء؟ ما سمعت انه اكو هناك اناس يروحون للمستشفيات وما يلقون دواء، ما يلقون سرنجة، ما يلقون طبيب، ما يلقون ممرضة؟ ليش نسيت هذول الناس اللي حواليك اللي قاعد يقلدوك ويقدسوك ويوقفوا لك 4 ساعات عمود يبوسون ايدك؟ عرفتهم هؤلاء كأنهم حشرات، ورحت بنيت بإيران. عمود يعرف الشعب العراقي من هو الخائن. رسالة للحوزة، بالله عليكم ينفع واحد ينام شبعان وجاره جائع؟ لو هذا يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما شفتوا الجياع والمرضى الموجودين خارج الحوزة اليوم؟ ليش إذا تريدون تبنون بالعراق تبنون أفخم الفنادق وتكلف كثير، والمستشفيات أيضا تكلف كثير، ولكن المستشفيات اللي بالمجان تبنى في إيران. أليست هذه تبعية سياسية ودينية واقتصادية لإيران؟ ما ذنب الشعب العراقي؟ لماذا هذه الخيانة؟ قناة ظهر المهدي قد جاءت لتصرخ بالظالمين كفى.